يلا نعمل اسهل فراخ مشوية ممكن تعملوها في حياتكم، والطعم مش قادرة اقول لكم عامل ازاي. حلوة جدا. وقبل اي حاجة متنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا بينا. هنحتاج من بصلتين ل3 بصلات كبار على حسب كمية الفراخ اللي عندنا. هنحتاج طماطمتين وفلفل اخضر وفصين توم، كوباية زبادي، وربع كوباية من الزيت، ممكن زيت ذرة او زيت زيتون المتوفر عادي جدا. التوابل بتاعتنا بقى عبارة عن فلفل اسود وبابريكا وبصل بودر وتوم بودر وملح، ودي معلقة من بهارات الفراخ المشوية. هنحتاج كمان مكعب مرقة وممكن نستغنى عنه، بس انا بحب طعمه بصراحة. كل الكلام الحلو ده بقى هنعمل فيه ايه؟ هنحطه في الخلاط، ولا بشر بقى ولا اي حاجة خالص. هنحط البصل، هننزل بالبصل كده كله الكمية اللي احنا عاملينها. طبعا بنزود الكميات على حسب الفراخ، عندك فراخ قد ايه. هننزل بالطماطم والفلفل والثوم، هننزل عليهم بالزيت، ربع كوباية زيت وكوباية الزبادي، والزبادي هنا عشان بيطريلي الفراخ. هننزل بالبهارات بتاعتنا الحلوة دي اهو، كله في الخلاط كله في الخلاط، ما فيش اي مجهود. مكعب المرق، ودي معلقة صلصة. هنحط كمان معلقة من دبس الرمان لو متوفر، مش متوفر عادي ممكن بنستغنى عنه. هنضرب كل الكلام الحلو ده مع بعضه. هكون بقى غسله الفراخ بتاعتي كويس جدا ومفتحه اللحم كده من تحت الجلد علشان اضمن التتبيله تدخل فيها وتتشربها كويس جدا وتديني طعم التتبيله. دي بقى شرايح بانيه برضو هشويها معاها، هتدي طعم حلو قوي قوي. جربوها بس وهتدعولي والله. هننزل بالتتبيله بتاعتنا كده على الفراخ، وهنبدأ ندخلها من تحت الجلد عشان اضمن ان اللحمه بتاعتي تتشرب من التتبيله بالشكل ده كده اهو. هنبدأ نوزع بقى التتبيلة دي تحت الجلد كده في الفراخ كلها عشان اضمن ان هي هتشرب منها. بسيبها ليلة كاملة في التلاجة من بالليل للصبح، او لو مستعجلين 3-4 ساعات برضو هتديكي طعم حلو جدا. وبعد ما نسويها بتطلع معانا بالشكل الجامد ده، ومش قادرة اقولكوا طعمها. جربوها ومش هتعملوا غيرها بعد كده. طبعا ممكن بقى نحط لها فحمة، ممكن ونغطي عليها تديكي طعم الفحم. تطلع حلوة جدا. ومتنسوش اللايك يا جماعة بالله عليكم، ما تنسوش اللايك. وشكرا جدا لمتابعتكم.